السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. انا النهارده بقى هعمل معاكم ايه؟ حمام مشوي. تتبيله حلوه قوي وهتعجبكم باذن الله. يلا نقول بسم الله ونبدا الفيديو. انا عندي هنا ده حمام. هبتدي كده من الظهر، مغسول طبعا ومتصفي ومتنضف كويس. افتح من الظهر. هشيل الرقبه بتاعت الحمام دي، انا مش محتاجاها لان في الشوي هي هتنشف اساسا فمش محتاجاها. وهشيل كمان الطرف بتاع الجناح. احنا بنسيب بس طرف الجناح ده، بس هو بيبقى شكل لما تكوني هتعملي الحمام ده محشي، فبتطبقي بقى الجناح دي يبقى شكلها حلو. عندي بقى فيه هنا عجمايه في الصدر بتاع الحمامه اهو، شايفين ده؟ انا هعمل كده وهضغط بايديا الاتنين اكسر العجمايه دي. انا عايزه الصدر يكون مفرود. اعملهم بقى كلهم بالشكل ده، هي حاجه سهله مش صعبه خالص. ونشوف بقى التتبيله بتاعتي. انا عندي طماطم وبصل وفلفل رومي وفلفل سبايسي، لو مش حاباه ممكن تستبعديه. هعملهم في الخلاط وارجع. ادي رجعت اهو بسرعه، شفتوا سريعه ازاي. عندي بقى البهارات اللي هضيفها ايه، ملح وفلفل اسود اكيد يعني، وعندي بهارات فراخ. عندي كمان قرفه، وعندي جنزبيل، وعندي آه انا حاطه توم بودر هنا نص معلقه صغيره، وحاطه بابريكا، حاطه نص معلقه صغيره بقى من خليط قرنفل وحبهان ورق لورا. عندي كمان دي مرقه دجاج اللي هي الفوريه، احط كيس كده يعني معلقه. عندي هنا دي كوبايه زبادي كبيره، بتدي طراوه حلوه جدا للحمه بتاعت الطيور. طبعا التتبيله دي ممكن تعملوا بيها فراخ عادي يعني. عندي بقى هنا ايه، عسل اسود معلقتين كبار كده، وصدقوني ما تخافوش، هيديكوا طعم حلو قوي قوي للمشاوي. وعندي عصير ليمونه، وعندي ربع كوبايه زيت او 3 معالق كبار. بس كده، هي دي كل التتبيله بتاعتي. وصدقوني العسل الاسود هيفرق معاكم في اللون وفي الطعم. هو مش هيبان لي فيه حاجه مسكره، بس حاجه طعمها حلو. الحمام فعلا هيبقى طعمه حلو. بس انا كده خلصت، قلبت التتبيله بتاعتي كويس. عندي بقى الحمام من الناحيه اللي فيها القلب بتاع الحمامه يعني، هحط التتبيله وغطسي بقى ايه الحمام بتاعك كويس بالتتبيله. بيتي عندك في التلاجة يا ريت يعني، بس اقل حاجه هي ساعتين. انا الحقيقه قعدوا عندي في التلاجة من بالليل لتاني يوم لما جيت اعمل. غطي بس اهم حاجه بستريتش كده وحطيه في التلاجة، ولازم يتغطى يا جماعه. اللحوم الطيور لازم تتغطى كده. ده كان عندي تاني يوم. عندي بقى هجيب صاج او صينية فيها مية كده، وحطيت فيها ليمون وورق لورا. ممكن كمان تحطي عود قرفة. هحط عليه الشبكة كده، وهرص الحمام بتاعي واحطه في الفرن. طبعا انت ممكن تشوي باي طريقة تعجبك، فحم بقى جريل، ايه الطريقة اللي تعجبك اشوي بيها. وهو ما خدش وقت كتير كمان، الحمام صغير. ودي كانت النتيجة. يا رب النهاردة اكون كنت خفيفة عليكم. اشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.